السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده فطيرة الدفء بطريقة سهلة وبسيطة واحلى معجنات يا جماعة. حتى شايفين بقى الدخان دي بعد ما طلعت من الفرن. تعالوا اقول لكم بقى على المقادير بتاعتها. مقاديرها سهلة خالص، مش هتاخد معاكم وقت، وبتخمر بتخمر بكل سهولة. تعالوا اقول لكم بقى على المقادير. انا جبت كوباية لبن دافية عشان فيها خميرة، هنحط خميرة، وكوباية مية دافية. لو مش متوفر عندكم لبن ممكن تحطوا الاتنين، كوبايتين مية دافية، ومعلقة كبيرة خميرة أو كيس خميرة عشان جو شتا، ومعلقة كبيرة سكر. وجبت نص كوباية زيت حطها عليهم. دي كل المكونات السائلة، يعني كوبايتين كوباية لبن أو كوباية مية دافيين، وخميرة وسكر، ونص كوباية زيت أو كوبايتين مية. ممكن نحط الكوبايتين مية لو مش متوفر لبن. وبعد كده هنزل بالدقيق شوية بشوية. هو مفروض 4 كوبايات ونص دقيق، بس عشان كل دقيق يختلف من نوع للتاني، فانزلي الأحسن شوية بشوية، يعني زي ما أنا بعمل كده. بقلب بالأول بالمعلقة شوية بشوية، وبعد كده لحد ما يظبط القوام العجينة، واروح اعجن بايدي لحد ما الاقي القوام كده كويس. وبعد كده هبتدي اعجن بايدي، ولو لقيتيها لزقت معاكي ممكن تزودي معلقة ولا اتنين بعد ما، يعني بعد 4 كوبايات ونص. عجنتها بقى عشان ما ياخدش معاكم وقت. عجنتها لحد ما لمت معايا. ولو لقيتها ملزقه بصي احلى يعني في الاخر هتبقى ملزقه حاجه بسيطه خالص. لكن لو لقيتيها ملزقه جامد، لا زودي معلقه او معلقتين دقيق لحد ما تلم معاكي. كده هي ملزقه حاجه بسيطه خالص. وبعد كده حطيت في نفس البوله عشان ما نستهلكش بقى بولات كتير وكده. نفس البوله اللي عجنت فيها حطيت معلقه كبيره من الزيت. بعد كده عملت فيها العجينه عشان لما اجي تخمر ما تلزقش يعني في البوله. بعد ما خمرت انا جهزت بقى الحشوات اللي انتوا تحبوها. عايزين تحشوها حلو حادق براحتكم. اقول لكم بقى على الحشوات اللي انا عملتها. ده زيتون، وده بصل اكتر على فكره، مقطعه صغير خالص، ومعلقتين زيت على البوتاجاز كده في اي طاسه. رحت دبلته بس. بعد كده حطيت بقى ملح وفلفل عفوا، ملح وفلفل وبابريكا. ودي بسطرمه، ودي جبنه رومي، وجبنه فته عاديه. بس هو دي الحشوات. لو عايزه تحشيها بقى لحمه مفرومه احشيها. عاوزه تحشيها زي ما قلت لكم، عاوزه تحشيها بالشوكولاته يعني دي اختياري. لو عايزه تحشيها حلويات يبقى كلها حلويات، عايزه تحشيها بقى حادق يبقى كلها حادق. فراخ، لحمه مفرومه، بسطرمه، جبن. بس مش متوفر عندك اي من نوع من انواع اللحوم، ممكن جبن بس. ممكن تعمليها ساده، بتبقى حلوه جدا مع كوبايه الشاي. حلوه في الشتا ده، في الساعه يعني. هبتدي بقى اقسمها زي ما انتوا شفتين. انا عملتها رول في الاول، بعد كده هبتدي اكورها كلها زي ما انتوا شفتين. هجيب اول كوره انا كورتها عشان اسيبهم يرتاحوا شويه، مش هيخمروا، يرتاحوا. وهرش رشه دقيق، وبعد كده هعملها على هيئه مستطيل. اهو بفردها كده كويس. بصوا كل ما ترتاح معاكم العجينه هتتفرد معاكم اكتر. دي اول كوره كورتها، لكن هما عشان يرتاحوا معايا جامد هيتفردوا معايا اكتر كمان باقي الكرات. على قد ما تقدري لفيها كده هيئه مستطيل كده. ما تخليهاش الرول رفيع خالص، لا يعني على حسب ما يتفرد معاكي. هي برضو تفرديها حلو، وبرضو منها ما تخليهاش رقيقه خالص عشان تعرفي تلفيها كويس. زي ما قلت لكم، ده بصل اخضر مدبلاه، وحطيت عليه على طاسه كده على البوتاجاز، قطعه صغير خالص، وحطيت عليه ملح وفلفل وبابريكا.
بعد كده هحط عليه جبنة فتة. اي حشوات زي ما قلت لكم ده اختياري خالص. وهبتدي الفها رول. جيب اي صينية عندك مستطيل وتبتدي ايه تحطي بقى رول رول على حسب طول الصينية. طبعا انت يعني لو الصينية عندك طويلة خالص هتفضلي تطولي فيها كده شوية بشوية بايدك زي ما انا بعمل على حسب طول الصينية بتاعتك. دهنتها زيت وبعد كده هبتدي الف رولات بنفس الطريقة. هدي تاني رول حتى لو اتقطعت معاكي مش مشكلة. ابتدي احط بقى بسطرمة، احط زيتون معاها، احط جبنة رومي، احط اي حشوات انت تحبيها. ده الزيتون. بعد كده هلفها رول بنفس الطريقة زي الاول. زي ما قلت لكم على حسب طول الصينية. وهنخلي مسافة بين كل واحدة بين كل رول والتاني. تقدري تطوليها بايدك يا بعد ما تتأكدي بس انتي قفلتيها كويس من تحت. وبعد كده هتحطيها في الصينية. بص هحطها في الصينية، هخلي مسافة بين الرول الاولاني والرول التاني عشان لما تيجي تخمر بعد كده تخمر خمر تاني يكون في مسافة. هبتدي الف بقى الباقي اهو. شايفين بعد ما لفيته بقى هدخله الفرن يخمر. دي ارتاحت كمان شوية، ارتاحت كمان قبل الخمر. بعد ما خمرت دفيت الفرن وخمرتها شوية. بعد كده هجيب بقى هبتدي اقطعها الاول وبعد كده هدهنها. الدهان بقى ايه زبدة وشوية لبن، او ممكن لبن بس، او ممكن زبدة بس، يعني دي اختيارات خالص. طبعا لا مش عاوزين بيض، ما حطش بيض طبعا في الدهان. هو الزبدة هتخلي وشها حلو مع اللبن. او ممكن عندك نسكافيه اللي هو سريع الذوبان وشوية مية وخلاص على كده تدهني بالوش ده عشان ياخد بس وش. اهي زبدة وشوية لبن. هبتدي ادهن بيه ايه بس بالراحة خالص عشان الوش بتاع العجينة بعد ما خمرت. هبتدي في كل الفراغات بتاعت بين الفطاير هتدهني فيها. كنت في الوقت ده مسخنة الفرن. احطها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. بصوا لو عندكم مروحة هتوزع الحرارة وهتاخد لون على الوش. لكن لو ما عندكوش مروحة في الاخر حاجة بسيطة خالص اعملوها على الوش يعني شغلوا الشواية. هي بس هحط لها بقى رشة سمسم وحبة البركة. عايزين تخلوها على كده براحتكم، بس هي بتدي ريحة وطعم حلو جدا في المعجنات، السمسم وحبة البركة. عفوا. بس هدخلها بقى الفرن اول ما تستوي هوريها لكم بعد ما تستوي. اهي بعد ما استوت هحط لها بقى زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، حطيت لها ميه وغطيتها بفوطه. وبعد كده اهي طريت بقى بعد ما خدت كده ربع ساعه متغطيه بالفوطه. شايفين بقى الطراوه بعد ما، لان المعجنات اصلا بعد باي معجنات بتدخل الفرن لما بتطلع بتبقى ناشفه شويه. فسيبناها تهدى شويه كده، حطينا رشه ميه بسيطه. وهي شايفين بقى تحفه جدا يا جماعه وطريه وهشه وريحتها جميله. بصي اول ما تشغلي الفرن كده وتطلع ريحتها يعني شبه ريحة المعجنات والعيش الفينو. العيش الفينو اللي بنعمله في الفرن والكايزر وكده ومحشية، وممكن تنفع لأولادك بقى في الفطار وفي العشاء وفي المدرسة. يا رب الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.